كان يا مكان يا سعد إكرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قرية صغيرة كان في ولد اسمه ياسين، عنده 12 سنة. ياسين كان شاطر في المدرسة، وكان دايما بيحاول يجتهد إن هو يطلع من الأوائل. كان نفسه دايما يكون من المتفوقين. كل مرة يحاول حاجة توقفه، مرة يتعب، مرة يتأخر على الامتحان، مرة يحصل ظرف في البيت يضطر إن هو يأخر مذاكرته، أو ساعات كمان ما بيقدرش يذاكر وينام بدري. في يوم كانوا بيعلنوا عن مسابقة كبيرة على مستوى المحافظة، مسابقة في الرسم. ياسين كان بيرسم حلو جدا، بس للأسف المدرسة مختارتهوش، اختاروا واحد اسمه ماهر لأنه مشهور ومعروف. رجع ياسين للبيت وهو زعلان جدا، وراح يشتكي لمامته. فبيقول لها: ليه يا ماما دايما أنا بتأخر عن كل فرص بتيجي قصادي؟ ابتسمت له وقالت له: ياسين، يمكن ربنا شايف إن لسه الوقت مجاش. اسم ربنا المقدم، يعني هو اللي بيقدم حد على حد في الوقت الصح والمكان الصح. يمكن تأخيرك ده مش خسارة، يمكن هو ترتيب أحسن ليك. ياسين ما اقتنعش قوي، لكنه سكت. بعد أسبوع حصلت حاجة غريبة. ماهر اللي كان هيمثل المدرسة اتعرض لحادث بسيط، خد راحة في البيت، فالمدرسة دورت على بديل، وكان أول حد ييجي في بالهم هو ياسين. فرح جدا جدا، وبدأ يتدرب على الرسم كل يوم، وكان بيشوف مامته بتدعيله وتقول: يا رب يا رب قدم له الخير وارفعه قدام الناس. جه يوم المسابقة وكل الطلاب بيرسموا. ياسين كان مركز جدا جدا، ورسم لوحة عن التعاون بين الناس. بعد ما خلص لجنة التحكيم انبهرت، وقالوا: الولد ده مش بس بيرسم، ده ولد فنان، بيحس بكل حاجة بيرسمها. فاز ياسين بالمركز الأول، واتكرم قدام الناس كلها في المحافظة. والمدير بنفسه قاله: أحيانا اللي ما بيكونش في الصف الأول ربنا بيقدمه في اللحظة اللي تفرق. رجع ياسين البيت، بص لمامته وقال لها: كان عندك حق يا ماما لما قلتيلي إن كل تأخيرة وفيها خير. ربنا فعلا أخر الفرصة اللي كنت بحلم بيها للوقت الأنسب. وديني دخلت المسابقة وكسبت الجايزة الأولى. فضحكت مامته قالت له: شفت بقى، دايما ربنا بيقدم اللي بيستحق في الوقت اللي يليق بيه. قال لها: انت عندك حق، يمكن قبل كده انا ما كنتش جاهز ان انا ادخل المسابقة. يمكن كنت فاكر ان انا مستعد، بس لما حصل واختاروا ماهر عرفت كويس ان هو ترتيب ربنا الانسب. من يومها بقى ياسين ما يزعلش ابدا لما يتأخر عن حاجة، لانه عرف ان التأخير ممكن يكون تجهيز للأحسن. اسم الله المقدم يعني ان ربنا بيختار مين يتقدم وامتى، وكل حاجة بتيجي في وقتها المناسب. التأخير مش دايما عقوبة، أحيانا هو ترتيب للنجاح. تعالوا نعرف شوية عن اسم الله المقدم. يعني ايه المقدم؟ في اللغة بتاعتنا المقدم هي اسم فاعل، الفعل بتاعه قدم، يقدم، تقديما. عارفين الحديث بتاع رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يلا نكمل حدوتتنا. بعد ما ياسين رجع البيت فرحان بالجايزة، حصلت له مواقف تانية خلت المعنى يترسخ أكتر في قلبه. بعد شهور المدرسة أعلنت عن سباق جري. ياسين ما كانش في باله يشترك، بس أصحابه شجعوه. يوم السباق اتأخر عن الصف بسبب إنه ساعد زميله اللي وقع في الطريق. بدأ الجري وهو متأخر جدا،
بس العجيب إنه قدر يلحق أغلب المتسابقين، وفي الآخر وصل المركز التالت. المدرس مسكه وقال له: ياسين، حتى وانت متأخر ربنا بيقدمك. ابتسم ياسين وفهم الرسالة للمرة التانية. وفي مرة تانية في امتحان العلوم العملي، واحد من زمايله كان مش عارف يشغل الجهاز، والمدرس واقف محتار. ياسين كان في الدور الأخير، لكن لما جه دوره مش بس عمل التجربة صح، كمان ساعد الطالب التاني قدام اللجنة. النتيجة، اللجنة أعجبت بيه أكتر من أي حد وادت له أعلى درجة. في زيارة لبيت جده حكى لجده: يا ياسين، أنا زمان كنت شغال في مصنع، وكان في ناس كتير قبلي في الترقية، لكن لما جه اليوم الصح ربنا قدم اسمي من بين الكل. اسم الله المقدم مش بس في الجوايز، ده في الحياة كلها. يعني مش مهم أبدأ الأول، المهم أخلص في المكان اللي ربنا شايفه ليا. صح كده يا جدو؟ قال له: صح كده يا ياسين. بعد فترة المدرسة كانت بتجهز المسرحية عن التعاون. كان في أدوار رئيسية وأدوار ثانوية اللي بيسموها الكومبارسات. ياسين كان نفسه يطلع في البداية دور بسيط جدا، بس قبل العرض بيومين الممثل الأساسي تعب، والمدرس اختار ياسين علشان يكون بديل للممثل الأصلي، لأنه كان أكتر واحد حافظ النص، ومن كتر ما كان بيساعد أصحابه في البروفات. يوم العرض الجمهور سقف له بمنتهى الحماس والحرارة، والمدرس قال له: شفت بقى تقديم ربنا؟ لما يلاقيك جاهز بيحطك قدام. في لعب كرة القدم الفريق كان محتاج لاعب أساسي، بس ياسين كان احتياطي وقاعد بيتفرج. فجأة اللاعب الأساسي اتصاب، والمدرب نادى على ياسين. نزل الملعب وجاب هدف، وفي آخر دقيقة كمان من الماتش كل الفريق شاله على كتفه وهو حاسس إن دي رسالة تانية من ربنا. في موقف تاني حصل لياسين في القرية، عملت حملة لتنظيف الشوارع. ياسين كان من آخر الناس اللي انضموا، لكن شغله وإبداعه في تنظيم الفريق خلاه قدام الناس في الصف الأول، ورئيس الحي كرمه قدام الكل. مرة كمان في يوم المعلمة دخلت الفصل وقالت في اختبار مفاجئ. معظم الطلاب اتوتروا، بس ياسين كان مذاكر كويس لأنه كان بيذاكر بانتظام. النتيجة إنه كان واحد من القليلين اللي نجحوا بدرجات عالية، والكل كان منبهر جدا بيه. في نهاية السنة ياسين كان بيكتب في دفتره: أنا مش بزعل لما أكون في الصف الأخير، لأن ربنا المقدم بيختار الوقت والمكان اللي أكون فيه قدام، ولما بيقدمني بيكون الأفضل حاجة ليا. الخلاصة من الحدوتة بتاعتنا، لازم نعرف إن كل تأخير ليه حكمة من عند ربنا، وإن كل حاجة اتأخرت علينا ده كان نجاة لينا احنا. بس كده، توتة توتة خلصت الحدوتة. ما تنسوش تكتبوا آيات من القرآن عن اسم الله المقدم أو أحاديث.